على فكرة، والله العظيم والله العظيم هذا الرجل انضف من ناس كتيرة جدا جدا جدا. مرتضى منصور الراجل اللي بيبعوع ويتكلم ويزعق ويتخانق ده، والواضح وما تخافش منه، تخاف من التعبان من الحية. رسالة للكابتن مصطفى يونس. مش عارف أقول لك إيه والله. يعني أنت كنا إحنا حاطينك مع القامات الكبيرة لفوز النادي الأهلي، كابتن الخطيب، كابتن مصطفى عبده، الكباتن الكبار القامة والقيمة. وللأسف مش عارف إيه اللي حصل لك كده وخليك توصل للمرحلة دي، إنك تقعد على ترابيزة كبيرة كل اللي بتعمله طول الوقت إنك تهز راسك كده. لما يجي هو يشتم في جمهور الأهلي تتريق معاه وتقول الغالية ومش الغالية، مع إن الجمهور ده هو اللي عملك، هو اللي خلى اسمك كبير في الرياضة المصرية. جمهور الأهلي هو السند في الرياضة، هو السند وهو الشعبية وهو الخير كله من الأهلي ومن جمهوره عليك. هتكسب إيه؟ كلنا على فكرة هنموت، مش هيفضل غير السيرة. الناس هتترحم عليك بعد كده، هتقول إيه؟ الله يرحمه ده كان وكان. طب هيفتكروا لك إيه؟ هيفتكروا لك آخر أعمالك وآخر كلامك. احنا كنا حاطينك في منزلة كبيرة والله. راجع نفسك، انت وصلت لأرذل العمر، اللي باقي مش كتير، والسيرة هي اللي بتفضل. صدق مفيش حاجة تانية بتفضل غير السيرة. هتلاقي الجماهير في صفك، وهتلاقي الجماهير تشيد بيك وتشيلك من على الأرض شيل، لكن طول ما انت ماشي في السكة دي محدش هيفتكرك بكلمة كويسة. سكتك وسكة مجدي عبد الغني سكة اللي بيروح ما بيرجعش، والجمهور ما بينساش المواقف دي أبدا. اللي انت قاعد معاه ده إلى زوال، طالت قصرت إلى زوال، مش هيستمر. أصل الباطل عمره ما هيستمر ويفضل كتير. هيجيله وقت والكل هيجي عليه وياخد حقه منه. ربنا كبير يمهل لا يهمل. نصيحة يا كابتن مصطفى، ارجع لرشدك، سيبك من الفلوس. انت عملت فلوس كتير وانت لاعب وانت اداري وانت مدرب. هتعمل لك ايه الفلوس دي يعني دلوقتي؟ اكيد معاك يعني كلها مستورة يعني. احفظ اللي باقي من تاريخك وارجع لرشدك. والله نصيحة محب. أنا كنت بستناك زمان أيام مودرن كورة ومودرن سبورت، علشان بحب كلامك عن الأهلي وعن تاريخ الأهلي وتحكي وتدافع عنه. دلوقتي الواحد ما بيحبش حتى يشوفك على قناة الزمالك ولا يسمع لك ولا يسمع كلامك. كابتن الخطيب ده أنت واكل معاه عيش وملح، تاريخك كله معاه. افتكر له أي حاجة حلوة عشتوها سوا، حتى لو زعلان. المفروض ما توصلكش الحالة دي. وبعدين ما تربطش حب الأهلي وتاريخه وجمهوره بالعمل داخل. طب لو الأهلي هيشغل أولاده كلهم إزاي؟ ده آلاف مؤلفة. ما تربطش حبك بالأهلي اللي عمل فيه. إحنا جمهوره ما بنستفادش أي حاجة، بنحبه كده من عند ربنا، حب رباني، وهو اللي في المنظومة كلها اللي ما بيستفادش حاجة الجمهور. بص على الجماهير واعمل زيهم. ده انت كمان لك اسم كبير. كفاية لما تنزل شارع بتلاقي أهلاوي يقول لك تحت أمرك يا كابتن، اللي انت عايزه يا كابتن. وأوقات ما بياخدش منك فلوس، مش علشان انت كشخص، علشان النادي الأهلي. النادي الأهلي هو اللي بيصنع الأسامي. ما بتستمرش كتير على فكرة. يا ريت ترجع لرشدك. انت كابتن كبير ولك تاريخ كبير، من أوائل الناس اللي كانت كباتن في النادي الأهلي.
مفيش أي حد حكيم ينصحك النصيحة دي، أنت راجل كبير يعني، المفروض قد أبونا وقد يعني راجل كبير يعني، المفروض أنت اللي تنصحنا. ربنا يهديك، ربنا يهديك. أنت فضلت تضحك وهو بيعرض صورنا وبيشتم فينا وبيغلط وبيهين، حضرتك قاعد معاه وفرحان وبتضحك وبتتريق كمان معاه. عايز جمهور الأهلي بعد ما يشوف ده هيقول إيه عنك؟ والحب ده من عند ربنا على فكرة. مفيش حاجة اسمها لجان في الأهلي نهائي، جمهور الأهلي عمره ما كان لجان. الحب ده من عند ربنا. شايفينك بتهاجم في الأهلي وفي مسؤولين الأهلي وبتتكلم مش كويس على الأهلي وجاي في صف اللي بيهاجم الأهلي عمال على بطال. الجمهور هيحبك ازاي انت وكابتن مجدي عبد الغني؟ بالعقل كده، بالعقل كده يا كابتن مصطفى. يا ريت تراجع نفسك والله. انت تاريخ كبير، تاريخ كبير في الاهلي وفي منتخب مصر. نصيحة من مشجع قد ابنك، بس ما تاخدهاش بإعلام، خدها يعني تواضع. أنا مشجع من سن ولادك، قعدتك وسطيهم دي بتقل من قيمتك كتير جدا جدا. الأيام يعني بتجري بسرعة، محدش مخلد في الدنيا. علشان تلاقي بس اللي يقول الله يرحمه ده كان محترم، الله يرحمه ده كان بيحب النادي، الله يرحمه ده كان رمز كبير مش راح منه العباد والدواب والشجر. ربنا يهديك يا كابتن. دي رسالة والله صغيرة حبيت أقولها لك بعد ما شفتك في الفيديو وأنت بتتريق معايا على صورنا وبتضحك ومبسوط. يعني الجمهور ده ياما أشاد بيك وياما وقف جنبك وياما ادعالك في ماتشات، حتى وأنت مدير فني لبعض الأندية الأخرى كان بيقول ده أهلاوي لازم ندعمه ونتمنى له التوفيق. والله رسالة محب، يا رب توصلك زي ما أنا عايز أوصلها بالظبط، وربنا يهديك. مش هقول غير كده. السلام عليكم.